السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وسط قناة الجزيرة كاينه واحد المجموعة ديال الجزائريين اللي عندهم علاقة، يسميو راسهم إعلاميين، عندهم علاقة بالكبرانات، النظام العسكري. راهم كيخترقوا القناة ولاو كيدوزوا أي شيء فيه عداء ضد المغرب. كانت المناسبة آنذاك وهو لما وزير الإعلام آنذاك الاتصال سي خالد الناصري الله يرحمه، اللي هو كان آنذاك خداو قرار ديال المكتب يتسد ديال القناة آنذاك. كانت المناسبة ديال هذاك المقال كنقول في 2010. اليوم بعد 13 سنة كاين هذا الملف أو القضية ديال الصديق عبد الصمد ناصر في قناة الجزيرة، أحد أقدم الصحفيين في القناة، واللي تعلن بأنه القناة فسخات معاه العقد ديال العمل في القناة. أولا هذه القناة من الزاوية الإعلامية هذه تعتبر هي الذراع الإعلامي لدولة قطر. عادي كل هاد الدول عندها أذرع إعلامية كنعرفوها بأنها الذراع الإعلامي ولعبات واحد الدور كبير في واحد المرحلة، ولكن القناة ديال الجزيرة ما بقاتش هي نفسها القناة اللي كنا كنعرفوها. تلاحظوا هذه المسألة هذه، الدليل أن الكثير من الأسماء غادرات القناة. هنا في الوقت اللي غادرات مجموعة ديال الأسماء كاين صعود ديال الأعوان، كنقول هنا الأعوان ديال الكبرانات، الأعوان ديال العسكر ديال الجزائر. كنرجعوا هنايا كنرجعوا للسي عبد الصمد ناصر، راه في القناة أقدم من هذا المدير، هذا سواق، هذا اللي هو السبب، هو السبب واضحة. تعليمات غنشوفوها جات بأنه خاص هذا مغربي خاصو يمشي من القناة، جاتو التعليمات من توفيق مديان وشنقريحة والمجموعة. عبد الصمد أولا معروف بواحد المسألة، كاين الخبرة وكاين الأخلاق وكاين الأدب، كاع اللي كيعرفوه، الناس اللي كيعرفوه هذه المسألة هذه، الخبرة والأخلاق والأدب. كاينه أمور ديال حتى مغربي وشناها. طبيعي أنه لما غادي تمس البلاد ديالو يهاجم من طرف صحفيين اللي كاينين تما غادي يرد. إذا لاحظنا بأنه كان كيرد على الأعوان ديال الكبرانات، تدوينات، منها التدوينة اللي كيدافع على المرأة المغربية، كيدافع على المرأة المغربية، كيرد على مجموعة ديال الأمور التي هي شنقولوا أمور ديال اللقيط. هذا دراجي لقيط ملقط بهذه العبارة، كيرد عادي. سي عبد الصمد كيرد على اللقيط عادي جدا، تدوينات. إذا هنا اش ولا؟ إلا حطينا مثلا المسار ديال واحد المجموعه ديال التدوينات، هذه امور اللي هي ديال الحريات، واحد كينتمي للبلاد كيدافع على بلاد من المنطلق ديالو، هو حر بمعنى هنا عبد الصمد انا ذاك الراي ديالو هذا ما عنده علاقه بالقناه، كيدافع على بلادو وعلى المغرب. شنو لاحظناه؟ شنا التفاعل في المونديال، شنا مع مجموعه ديال الحوايج مزيان. علاش هذا الوقت بالذات؟ علاش هذا الوقت بالذات واختاروا القضيه، اختاروا سي عبد الصمد؟ علاش اختاروه بالضبط هنا؟ اختاروه بهذا الضبط هذا، علاش اختاروه؟ لان هذا هو الوقت اللي بداو فيه هما الحرب، صعدوا في الحرب ضد كل الاعلاميين المغاربه وضد كل المواقع المغربيه. كنا قلنا شحال هذا 400 مليون دولار زادوهم اكثر، راه كاين اللي كيتحدث على واحد المليار ديال الدولار اللي ترصدات من وراء ديك 400، وصلت مليار ديال الدولار اللي ترصدات. شنا مجموعه الصحفيين، هادشي كله كيوقع من وراء هذه المساله واعلان الحرب الاعلاميه على المغرب.